السلام عليكم. مرحبا بكم متابعي ومتابعات قناة نجوميات. في هذا التقرير نرصد لكم أبرز الفنانين والفنانات العرب الذين يتمتعون بإطلالات شبابية رغم تجاوزهم عتبة 50 عاما. عمرو دياب. يعتبر النجم المصري عمرو دياب أيقونة الرشاقة لكل الرجال، خاصة وأنه قد تجاوز حاجز 60، ومع ذلك لا يبدو عليه العمر نهائيا، إذ يبدو أصغر سنا ويتمتع بجسم رشيق ومتناسق، حيث يبدو دائما كشاب في عمر الثلاثينات. ولا يخلو أي حديث صحفي مع عمرو دياب دون أن يتحدث عن أهمية الرياضة في حياة الإنسان. سميرة سعيد. فاجأت الفنانة المغربية سميرة سعيد جمهورها بجرأتها بعد أن كشفت عن عمرها الحقيقي، وذلك خلال استضافتها في أحد البرامج. وقالت خلال المقابلة: أنا صغيرة لكن مش سنا، روحي صغيرة، فأنا بحس نفسي طول الوقت إني طفلة صغيرة، يعني أنا عندي فوق 50 سنة، بس أنا بالنسبة لي عندي 18 سنة، فأوقات كتير ببقى شقية وبلعب زي العيال الصغيرة. الأمر الذي أدهش الكثيرين، خاصة أنها تبدو أصغر بكثير من عمرها. والجدير بالذكر أنها من مواليد 1958، أي أن عمرها تجاوز 65 عاما. محمد هنيدي. الممثل المصري محمد هنيدي من مواليد 1965، بدأ عمله في أدوار صغيرة في السينما والمسرح، وفي نهاية التسعينيات استطاع من خلال دور صغير في فيلم بخيت وعديلة أن يثبت نفسه في الساحة الفنية، وارتبط في مخيلة الجمهور بصورة الشاب الصغير الذي لا يتجاوز 30 من عمره، حيث يلعب في أغلب الأحيان دور الشاب الذي بمقتبل العمر. وساعده على ذلك ملامحه الطفولية وطوله المتوسط، مما جعل الكثيرون لا يتوقع سنه الحقيقي، والذي وصل إلى 58 عاما في شهر فبراير الماضي. كارمن لوبوس. لا تزال الفنانة اللبنانية كارمن لوبوس تتمتع بإطلالة شبابية بالرغم من تخطيها عتبة 60 عاما، فقد تنوعت مشاركتها خلال السنوات الماضية في مختلف مجالات الفن، من التمثيل إلى الأداء الاستعراضي والغناء. إيهاب توفيق. من الفنانين الذين لا يظهر عليهم العمر نجد النجم المصري إيهاب توفيق، والذي أتم عامه 57 في شهر يناير الماضي، ورغم ذلك ما زال أيقونة للشباب والحيوية رغم تقدمه بالسن. دينا. تعد الراقصة والممثلة المصرية دينا من أبرز النجمات اللاتي يحافظن على رشاقتهن وحيويتهن رغم تجاوزها سن 50، وظهرت في مسلسل أزمة نسب بشكل لافت، وبدت أصغر من عمرها الحقيقي. وليست الرياضة وحدها هي سر رشاقتها، ولكنها تحرص أيضا على الغذاء المتوازن. راغب علامة. لا تزال إطلالات الفنان اللبناني راغب علامة الذي تجاوز 61 عاما تتمتع بالروح الشبابية، فهو من مواليد 1962. السوبر ستار راغب علامة يمارس الرياضة بشكل متواصل، وذلك إيمانا منه بأهمية الرياضة في الحفاظ على صحة الإنسان وتأثيرها الإيجابي على مظهره الخارجي. ومع كل إطلالة جديدة للفنان الذي بدأ الغناء قبل أكثر من 30 عاما يظهر وكأنه شاب.
نجوى كرم. لا تزال المطربة اللبنانية نجوى كرم تتمتع بإطلالة شبابية على الرغم من تجاوزها سن 57، فقد ولدت في زحلة عام 1966 وانطلقت في الغناء عام 1985، حيث شاركت في برنامج ليالي لبنان وفازت بالميدالية الذهبية. وأطلقت عام 1989 أول ألبوم لها بعنوان يا حبايب، ثم أصدرت ألبومها الثاني شمس الغنية سنة 1992. محمد فؤاد واحد من أشهر الفنانين المصريين بجيل التسعينيات، ارتبط في أذهان الجمهور العربي بدور الشاب الرومانسي الطيب، وانعكس ذلك في بعض الأعمال السينمائية التي عمل بها. إنه الفنان محمد فؤاد، والذي أتم عامه 62 في شهر ديسمبر الماضي، رغم أن هذا السن لا يبدو عليه تماما. لطيفة التونسية. النجمة لطيفة التونسية استطاعت أن تحافظ على إطلالتها بشكل مميز، وما زالت تبدو صغيرة رغم تخطيها الآن 62 عاما. ويذكر أن الفنانة التونسية تبتعد عن الانفعالات لتحافظ على رشاقتها، وتختار النوم باكرا، وتتبع نظاما غذائيا يقوي أجهزة الجسم مع الاحتفاظ دائما بالتمارين الرياضية. كاظم الساهر. يتمتع المطرب العراقي كاظم الساهر بلياقة بدنية عالية، وأعلن في عدة مقابلات صحفية أنه لا يدخن ولا يتناول المنبهات كالقهوة والمشروبات الغازية والكحول. وعلى الرغم من أنه تجاوز عتبة 65 عاما، إلا أن منظمة بيرس الفرنسية اختارت الفنان كاظم الساهر كأجمل وأرقى شخصية عالمية، معتبرة أن أكثر ما يزيد في رونقه وجاذبيته هو الخجل، علما أنه شغل سابقا منصب سفير اليونيسف بالعراق في الفترة ما بين 2011 و 2012. ليلى علوي. الممثلة المصرية ليلى علوي تبلغ من العمر 61 سنة، ومع ذلك ظهرت مؤخرا في أحد المسلسلات بوزن أقل، حيث بدت أصغر بكثير. ويعكس علوي جمالها من خلال ألوان المكياج الهادئة التي تستعملها، وتختار من الأزياء ما يبرزها أصغر بعشرات السنين من سنها الحقيقي. حكيم. بالحديث عن الفنانين والمشاهير العرب بجيل التسعينيات، يأتي الفنان المصري حكيم، والذي أتم عامه 61 في شهر أكتوبر الماضي، ومع ذلك ما زال محتفظا بإطلالته الشابة ولياقته البدنية. غادة عبد الرازق. لسنوات عديدة أصرت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق على أنها تزوجت في سن صغيرة، وأنها لا تتجاوز 30 من عمرها، إلا أن عمرها الحقيقي كشف منذ سنوات في مهرجان بيروت، حيث وزع القائمون كتيبا عن الفنانين المكرمين، ومن ضمنهم اسم غادة عبد الرازق التي أخذت بياناتها من جواز سفرها، والذي أظهر أنها من مواليد 1970، أي أنها في 53 من عمرها. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله.